نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما. لا تنقضي أنت للروح دواء. رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب. فيك الحب زاد عم العباد يا خير زاد. رمضان يا شهر القرآن فيك أذوق حلاوة الإيمان. لا تنقضي أنت للروح دواء. رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب. كم أهواك يا شهر الصيام أنا لن أنساك فأنت في قلبي دائما تمضي الأيام ودعائي كل عام ربي تقبلنا يا ربي بلغنا رمضان. رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب. رمضان 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 يا حبيب رمضان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. اللهم اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك يا رب العالمين. بعد ما نسمي الله يا حبايب قلبي ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، عايزة اقول لكم كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم بالصحة والسلامة يا رب، وربنا يعود عليكم الايام بخير يا رب ان شاء الله. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم، عاد الله عليكم باليمن والخير والبركات يا حبايب قلبي، انتم وحبايبكم واولادكم وكل حبايبكم يا رب العالمين، اللهم امين يا رب. عايزة اقول لكم صلى على الحبيب قلبك يطيب، واللي صلى على الحبيب ابدا لا يخيب. اللهم صبحنا وربحنا وبنا عبادك ما تفضحنا يا رب العالمين. هنا يا حبايب قلبي طبعا جات لي ذكورة بطة من البلد كده، طبعا انا كنت جايه لمرات اخويا تشتريهم لي وكده، ربنا يجازيها كل خير ويبعد عنها يا رب كل سوء وكل مكروه يا رب، اللهم امين، ويبارك لي فيها في عمرها اللهم امين. طبعا جابتهم واشتريتهم كده ونضفتهم وظبطتهم كده وبعتتهم لي زي الفل زي ما انت شفتوا كده. وهنا يا حبيب قلبي انا خدت واحد منهم كده ذكر منهم، غسلته شطفته بس شطفه كده، وجبت بصله مفرومه هنا يا حبيب قلبي وعليها فلفل اسود وعليها ملح، وطبعا هركتهم كده ببعضيهم عشان ايه نتبل بيهم الذكر بتاعنا، ذكر البط ده.
بص يا حبايب قلبي، هندخل كل التتبيله دهيت في الجلد وفي اللحمه وفي كله، عشان ايه؟ اما تدي طعم حلو وتدي تست حلو قوي للفراخ اللي بتاع البط بتاعنا يا حبايب قلبي. زي ما انتم شايفين كده احنا ايه، لفينا عليه كله وعملناه. يا حبايب قلبي طبعا احنا حاطين ايه، حاطين حله على النار يا حبايبي، عشان خاطر ايه، نحط فيها معلقه سمنه وننزل فيها بالذكر. زي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي، هنروح على البوتاجاز اهو يا بنات، معانا معلقه سمنه بلدي. بصوا كده، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. متنسوش تصلوا على النبي يا حبايب قلبي في التعليقات، وتكتبوا لي كومنت حلو كده ودعوة حلوة من قلبكم، ربنا يسعد قلوبكم جميعا يا رب العالمين. وتحطوا له لايك الفيديو يا حبايب قلبي، اللايك ما يرفع الفيديو، ربنا يجازيكم كل خير ويبارك لكم في عمركم يا رب، ده فضلا وليس امرا يا حبايب قلبي. وهنا يا حبايب قلبي معانا الحلة بتاعتنا، بصوا حطينا فيها معلقة السمنة، وكنت انا حاطة لورا وحبهان ومستكة وكنت حاطة اللهم صل على النبي عود قرفة بس كده. ورحت نزلت بالبط بتاعنا، هو نزلنا بالذكر بتاعنا، وهننزل بيه بالحوايش بتاعته. طبعا معنا الجنصة والكبدة والأجنحة والحاجات الحلوة بتاعته دي دهيتي، هنحطها جنبي. هندي كده زي صدمة كده حبيب قلبي، وهنقلبه على الناحية التانية عشان ايه ياخد دي برضو وش الناحية التانية. بصوا زي ما انتوا شايفين كده اهو. هندي طبعا ايه وش على الظهر كده، تحميرة بس بسيطة كده، عشان ديت اما تدي يعني اما ايه. انا بصي يا حبيب قلبي حلوة مطلع الزفارة وكل حاجة. معانا هنا بصلة طماطم، ومعانا جزرة، وهننزل بيهم برضه على الذكر بتاعنا. ومعانا الكاتل هنا ايه، كنا مالينه وغليناه، وهننزل بيه على في الحلة بتاعتنا عشان نسلق البطة بتاعتنا الحلوة دي، البطة الحلوة الموزوزة دي يا بركة بسم الله. بص يا حبيب قلبي، كبنا هنا ايه الكاتل بتاعنا. طبعا الكاتل المياه اللي كانت فيه مش هتكفي وتغطي البطة بتاعتنا كده، فهنغطي احنا على الحلة بتاعتنا، وهنروح نملى الكاتل ونحطه تاني نشغله، وبعد كده نزيد الحلة تاني برضه. ماشي يا حبيب قلبي زي ما انتوا شايفين كده. وهننزل بباقي الحاجات التتبيلة دي اللي عملنا بيها، ننزل بيها على الشوربة عشان هتدي طعم حلو وتست عالي خالص للبط بتاعنا اهو يا بنات زي ما انتوا شايفين. بس كده يا حبايب قلبي زي الفل كده، هنغطي بقى عليها، وتعالوا بينا نشوف هنعمل ايه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بس كده يا حبايب قلبي، طبعا هنا احنا كنا مالين الكاتل وكنا ايه زودنا الحله بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده. بصوا الشوربه بتاعتهم، بصوا زي الكهرمان، والله يا بنات شوربتها زي العسل النحل. ولا الريحه، يا لهوي على الريحه يا حبايب قلبي ما اقولكوش، كان نفسي تشموا الريحه دي معايا اهو يا حبايب قلبي. مفيش تسلم ايدك يا ندوش، يا ريت تحط له لايك كبير كده يرفع الفيديو، ربنا يبارك لي فيكم في عمركم يا رب. طبعا مع البطه دي حبيب قلبي هنعمل محشي. كنت جايبه كرومبه كده وايه بقالها يومين عندي، قلت والنبي اللي اعملها يا بنت ايه ما تكسليش كده قوم عشان نفطر بيها مع البط. وغسله الرز، ومعايا هنا ايه الصلصه كنت عاملاها. انا كنت قبل رمضان يا حبيب قلبي للامانه كده، انا كنت جايبه ايه قفص طماطم، فهدير صلصته كله يا حبيب قلبي، عملت منه ايه اللي شويه لخلطه المحشي ببصل وكده، وجهزناهم في اكياس، وعملنا الباقي كده ايه حطيناه كده للطبيخ. بس هي ما صورتش يا حبيب قلبي فما نزلناش الفيديو ده. فطبعا نافعيني خالص والله العظيم، ربنا يبارك في عمرها يا رب. لما عملتهم وحطيتهم في الفريزر ريحتني خالص، اما اطلع واخد على طول. طبعا هنا معانا الرز يا حبيب قلبي، حطينا ايه الخضره بتاعتنا، ونزلنا بملح فلفل بابريكا وبهارات محشي. وحطينا يا حبيب قلبي هنا الملح بتاعنا، ظبطنا الملح بتاعها، وهنقلب كل الكلام الحلو ده ببعضيه. بصوا دقناها طبعا لقينا طعمها زي الفل، عشان نشوفها حاجة ولا لا. بس يا حبيب قلبي هنا معانا حلتين، حلة ليا، هعمل حلة ليا وحلة لولاد ابن ادهم. طبعا لازم يدوقوا من اللي انا هاكله يا حبيب قلبي، ربنا يبارك فيهم وفي عمرهم يا رب، وبألف هنا وشفا على صحتهم يا رب ان شاء الله هم وامهم
يبارك لي فيهم وفي عمرهم يا رب. ام مكة ربنا يبارك فيها يا رب. طبعا لازم ادوقها من كل حاجه، يا ما تحب اللي انا بعمله وما تحب تاكل من ايدي. وربنا يبارك فيها وفي عمرها يا رب، ويبارك لها في اولادها، اللهم امين يا رب. احنا ملناش بركه الا هي طبعا. يا حبايب قلبي، الحلتين طبعا بتوع المحشي خلصوا زي الفل وزي العسل. حطوا لايك بقى لحلة المحشي الحلوة دي اللذيذة العسولة دي. يعني يا حبيب قلبي كان عندي ورقة كده فاضلة خضرة، لقيتها كده مش هتنفع تتحشي، رحت سبتها، قلت نغطي بها على المحشي بتاعنا. وهنا معانا الشوربة بتاعتنا اللي زي الكهرمان دي، العسل النحل ده. طبعا هنحط بيه ايه، هننزل بالكبشة بتاعتنا نغرق نعمل المحشي بتاعنا. وهنا هننزل بمعلقتين سمنة بلدي، دول هيودوا المحشي في حتة تاني خالص خالص خالص. والله يا بنات، طب يعني جربوا كده وقولوا رأيكم. طب كمان عندك لو عندك قشطة على الوش كده حط معلقتين، هيبقى زي الفل وزي العسل. وربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب العالمين. وهنا جبنا حلة تانية على النار يا حبيب قلبي، هننزل فيها بشوية مكرونة. طبعا هنعمل مكرونة مع المحشي عشان خاطر ايه، بدل ما نعمل رز يعني. ان انا ماشية على نهج يا حبيب قلبي، طالما عندي محشي هعمل معاه مكرونة، لان المحشي كله رز، فمش ينفع ان انا اعمل رز تاني. ان عندي فيروز طبعا لازم تحتيه من ايه امري يعني. ده بصوا لازم تحتم الامر ده ان هي لا انا عايزه رز، عايزه، قلت لا مش هينفع يا حبيبه قلب الرز. هنعمل طبعا مكرونه عشان خاطر احنا ايه، عندنا المحشي فيه رز يا حبيبتي. لولا اقتنعت بنت الايه وراحت سكتت. هنا يا حبيب قلبي ابتدينا نعمل عصير، لان المغرب كان جرب خلاص. فقلنا ايه، بقينا نجري ورا بعضينا بقى، انا من ناحيه وهدير من ناحيه. كنا جربنا وشيل وحط، وجربنا نكسر المطبخ. انا عملت عصير برتقال عشان حطيت عليه البلح اللي انا ايه، اللي احنا قطعناه في الاول يا حبايب قلبي زي ما انتوا شفتوا كده. اهو يا حبيب قلبي ده كده ايه، عشان يلحق جلين شويه كده في العصير. وركناه على جنب لما نبقى نحط له مكعبات تلج. بس يا حبيب قلبي هنا ايه، ما تنسوش يا حبايب قلبي تصلوا على النبي وتكتبوا لي دعوه حلوه من قلبكم كده وتعليق حلو يفرح قلبي. ربنا يفرح قلوبكم جميعا يا رب العالمين، اللهم امين يا رب. وما تنسونيش بالدعاء يا حبايب قلبي في الايام المفترجه الحلوه دي. ربنا يبارك فيكم وفي اعماركم، اللهم امين. وهنا يا حبايب قلبي هدير عملت عصير تمر تاني برضو، جت عشان هي بتحب التمر، فعملت دورك تاني عصير تمر. هي بتلم معدتها بقى، بتلم الخلاط وتلم الحاجه بتاعتها. هدير من النوع اللي ما يحبش اي حاجه مكركبه على الرخام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بص يا حبيب قلبي هنا ايه، كانت هي حاطالي طبعا المصفى ديت فيها الخضره والطماطم اللي انا هعملها ايه سلطه. كنا هنعمل سلطه خضراء، بس قبل ما اعمل السلطه هعمل ايه، سمبوسه. عندنا هنا ايه لفه من السمبوسه، بص حطيتهم لي وقعدت بص مع نفسك. هنا يا حبيب قلبي انا معايا لفه سمبوسه كده يا حبيب قلبي. انا قاعده امبارح بصراحه، بصوا كلام في سركم يعني، كلام في سركم. ولقيت الماي هزباندي بتاعي داخل عليا، وبصوا جلاش بقى وسمبوسة وبانيه وبطاطس صيع على التحمير. ما اقدرش والله هيصنا ودلعنا يا بنات امبارح، والله هيصنا ودلعنا. ربنا يبارك فيه وفي عمره يا رب، ما يحرمناش منه ولا من مجايبه، وييسر له كل عسير يا رب. بس يا حبايب قلبي فطلعنا لفة كده، قلنا ايه نجربها كده ونشوف ايه ونعمل ايه سمبوسة مع بعضنا. لان فيروز نازلة ماما سمبوسة بالجبنة، يا ماما سمبوسة بالجبنة. ماشي يا ست فيروز، طلباتك اوامر. هنا جبنا صينية حبايب قلبي عشان نحط عليها السمبوسة بتاعتنا، وهو بتطلعها واحدة واحدة من بعضيها كده. هي بصراحة طالعة بسم الله ما شاء الله، واحدة بوحدتها على طول، اهو زي ما انت شايفين. طبعا معني ايه، كان عندي هتعمل ايه يا بنت امتها، ما هتعمل ايه بها ايه السمبوسة دي، هتعمل ايه بها ايه، هتحط فيها ايه وبتحشيها ايه. طبعا انا كان عندي من ساعة ما عملت البشاميل المرة اللي فاتت، فانا ايه كان عندي حبة كده ايه لحمة مفرومة متعصجة، كنت حطاها في الفريزر، عيناها في الفريزر يعني. فطلعناها برضه مش خسارة، يلا الله ما حد حوش. طبعا فكت شوية كده وقلبتها حلو، وبعدها ورحت عملت شوية
ودخلنا بقى على الجبنة نعمل سمبوسة بالجبنة، لأن فيروز يا حبيب قلب من عشاق بص السمبوسة بالجبنة. وهم البنات والله هدير ورحمة برضه، بس هي يعني فيروز أكتر. وهنا كان المغرب خلاص أذن وكنا هنفطر، وده كان فطارنا النهاردة. يا رب يكون الفيديو عجبكم ويكون عند حسن ظنكم ونول إعجابكم إن شاء الله. متنسونيش في اللايك والاشتراك، وتكتبوا لي دعوة حلوة كده ومن قلبكم ربنا يسعد قلوبكم جميعا يا رب، وتحطوا له لايك الفيديو حبيب قلبي. مع السلامة في حفظ الله.